صدمة وحزن كبير يعيشه الجمهور والوسط الفني برحيل الفنان المصري لطفي لبيب الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، ولذلك بعدما ترك إرثا فنيا كبيرا حفر مكانة بارزة في قلوب ووجدان محبيه. وكان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب منذ ما يقارب 10 أيام في منزله إلى جانب الأب بطرس دانيال رئيس مركز الكاثوليكي للسينما والفنان حمزة العيلي، بعد أن غادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات. ولد لطفي حسني لبيب في 18 من أغسطس عام 1947 في مركز بيبا بمحافظة بني سويف، وحصل على ليسانس الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1970. بدأ مشواره الفني المتأخر عام 1981 بعد الانتهاء من التجنيد الذي استمر 6 أعوام في الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 1973، ثم إقامة خارج مصر 4 سنوات أخرى، وظهرت بدايته المسرحية في أعمال مثل المغنية الصلعاء والرهائن مع الفنانة رغدة. شارك لطفي لبيب في أكثر من 200 عمل درامي وسينمائي وتلفزيوني، وأصبح أحد أقرب الوجوه إلى الجمهور كممثل ثانوي يتميز بحضوره القوي وشخصيته ذات الطابع الشعبي والكاريزما الفريدة مثل السفارة في العمارة. ألف لطفي لبيب كتاباً بعنوان الكتيبة 26 عن تجربته في حرب أكتوبر، وهو يروي فيه الأحداث التي خاضها خلال الحرب.